السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية ككل جمعة كما عودناكم لقاء متميز مع خبراء ومدربي جمعية المهارات التربوية والرقمية. يخاطبكم الأستاذ محمد زراوي رئيس جمعية المهارات التربوية والرقمية. في هذا اللقاء الجديد بدأناه مع المدربة في حصص فارطة، وسنكمل بقية اللقاء في هذه الأمسية استعدادا للعودة المدرسية لإعداد مذكرة درس مع تقييم بالذكاء الاصطناعي، إيمانا منا أن هذا الذكاء نوظفه ورغبة منا لنخفف معاناة المعلم والأستاذ في إعداد الدروس وتحصل الإفادة أكثر مع التلاميذ والطلبة. فأهلا وسهلا بكم جميعا إخوتي أخواتي في هذه الأمسية، ولك الكلمة أستاذة سلوى فلتتفضلي. شكرا سي محمد، يعطيك الصحة. إذا سنبدأ في البداية بهذا الفيديو ثم مرحبا بك، أعرفك بنفسي. أنا الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك في مدرستنا. يقولون إن المعلم هو الشمعة التي تحترق لتضيء حياة الآخرين. نعم، لو تعلم كم يقضي المعلم من وقت لتجهيز درسه. ألم تتفطني بالورشة الافتراضية التي ستقام تحت إشراف جمعية المهارات التربوية والرقمية؟ وكيف ذلك؟ صديقتي، إن الذكاء الاصطناعي اجتاح التعليم بقوة، فمن اليوم لن يأخذ منك إعداد مذكرة درس أو تقييم إلا بضع ثوان. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يولد خطة درس جاهزة بكل محتوياتها؟ نعم، يولد مذكرة درس احترافية ومتكاملة تتضمن الأهداف والمحتوى والوسائل وصولا إلى التقييم النهائي. حقا ممتاز. ومتى ستكون هذه الورشة؟ ستكون الورشة يوم الجمعة 6 سبتمبر. ستقدمها المدربة بثينة مرعي وتنشيط المدربة سلوى الزريبي، فكونوا في الموعد لنأخذكم في هذه الرحلة الممتعة حول كيفية إعداد مذكرة درس مع تقييم بالذكاء الاصطناعي. سأكون في الموعد إن شاء الله. أنا متحمسة جدا للحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعينا من كل الأقطار العربية الشقيقة في هذه الحصة التدريبية الجديدة لجمعية المهارات التربوية والرقمية بتاريخ 6 سبتمبر 2024 تحت عنوان إعداد مذكرة درس مع تقييم بالذكاء الاصطناعي. إذن مرحبا بكم من جديد معنا مع جمعية المهارات التربوية والرقمية تحت إشراف المدرب والخبير السيد محمد زراوي. يقدم هذا اللقاء المدربة والخبيرة الأستاذة بثينة مرعي. إذن قبل أن أبدأ في اللقاء لابد لي أن أعرج وأشكر شركاء النجاح منصة دوراتي ومنصة فيجن من السعودية، منصة فعاليات شبابية من سلطنة عمان، وإذاعة الصوت الحر بأكودة بريفويس أكودة تحت إشراف الأستاذة منى كحلون التي ما فتئت تساندنا في دوراتنا الحضورية واستضافتها لنا العديد من المرات في مقرها للتعريف بالجمعية. ورف الشكر إذن مرة أخرى لشركائنا في النجاح. أمر الآن إلى التعريف بمدربتنا المتألقة والمعطاءة الأستاذة والخبيرة بثينة مرعي. هي أستاذة مدارس ابتدائية متحصلة على الماجستير في الإدارة الإلكترونية للأعمال، كوتش تربوي، أستاذة خبيرة معتمدة من مايكروسوفت، مدربة معتمدة من جمعية المهارات التربوية والرقمية، عضو مجلس أمناء دولة قطر،
وهي أيضا مدربة لدى فريق بصمة نبراس التطوعي، مدربة معتمدة في السوربون الياباني من منظمة كنوز، متحصلة على عدة شهادات في توظيف التكنولوجيا في التعليم من عدة منظمات وفرق تعليمية. إذا مرحبا بك سيدتي وأستاذتي من جديد في هذا اللقاء الجديد معنا مع جمعية المهارات التربوية والرقمية. نزلت أهلا وحللت سهلا. إذا ومحدثتكم الأستاذة سلوى زريبي، أستاذ أول فوق الرتبة للتعليم الابتدائي، متحصلة على الأستاذية في اللغة والأدب العربية، باحثة معتمدة دوليا لمتلازمة إيرلين الحساسية الضوئية من معهد إيرلين الدولي بأمريكا، ممثلة مركز إيرلين مصر بتونس، كاتب عام جمعية المهارات التربوية والرقمية، متحصلة على دبلوم البرمجة اللغوية العصبية من الفورد الأمريكي، متحصلة على الرخصة الدولية للتدريب من المركز الكندي، متحصلة على لقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت العالمية ل3 سنوات على التوالي، سفير منصة ويكلت، كوتش معتمد لكلاس بوينت، معلم معتمد لمنصة نيربود، متحصلة على المستوى الأول والثاني من كاريزما الصوت، متحصلة على شهادة المرافق التربوي في صعوبات التعلم، ومتحصلة على شهادة في كاميشيباي لو كاميشيباي تياتر ديماج جابوني. إذا نمر إلى التعارف. إذا تعرفتم على المدربة وعلى المنشطة، والآن سنتعرف عليكم. إذا أستاذة غفران أترك لك المجال ليعرفوننا بأنفسهم كما عرفناهم على أنفسنا. نعم أستاذة بثيناء، أستاذة سلوى عفوا. نعم. هل هنالك مشاركة للشاشة؟ ليس بعد. والآن؟ ليس بعد. حسنا. والآن هل يوجد مشاركة للشاشة؟ لا يوجد مشاركة. نعم موجودة الآن، موجودة يا أخرى. نعم ممتاز. إذن بعد أن تعرفنا على الأستاذة بثيناء والأستاذة سلوى، نريد أن نتعرف على حضورنا الكرام من خلال أداة الكلاس بونت. إذن عبر هذا الكير كود أمامكم، وهذا الرابط يمكنك أن ترسل لهم هذا الرابط أستاذة سلوى، والكود هو 76600، أو عبر مسح الكير كود. الآن معنا 3 مشاركين في القاعة. مرحبا بالجميع. إذا ننتظر البقية. إذا الكود هو 76600. مرحبا بالجميع. إذا لدينا 7 مشاركين الآن معنا في القاعة، ننتظر البقية. مرحبا بالجميع. اثنا عشر مشاركا. لدينا أول إجابة من تونس. إذن أين بقية الإجابات؟ هي في شكل سحابة.
مرحبا بالجميع، ننتظر حضوركم معنا. كيفية الدخول هو أن نقر على الرابط الذي وضعناه على الدردشة. نعم، أو عبر مسح الكير كود. نعم. السؤال: من أين تتابعنا؟ نعم. أو لنتعارف يعني ستكتبون اسم نعم. ولقب. فقط من أي تكتبون بلد؟ البلد الذين تنتمون إليه. نعم. إذن وصلتني إجابة فقط. لا أعرف أين الإشكال. أستاذة غفران، كتبوا ما عندهمش مكان باش يكتبوا فيه. إذن سأعيد. السؤال غير مفعل. أظن أن السؤال مفعل الآن. نعم. إذن لدينا من تونس، إيمان من الجزائر، من مصر، علاء من تونس، مرحبا بالجميع، تونس الخضراء، من ليبيا مرحبا، من القصريين مرحبا، من تونس منصف بن علي مرحبا، من المملكة العربية السعودية مرحبا بالجميع، سميرة من المغرب مرحبا، نعمة من تونس أهلا وسهلا، نوري قعلول من تونس مرحبا، بسمة من سوسة تونس مرحبا أستاذة بسمة، ريم من صفاقس مرحبا، زهراء فالح من العراق مرحبا، نادر من تونس مرحبا، كذلك لدينا من سلطنة عمان أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من يتابعنا، مرحبا بمن التحق معنا في هذه الورشة، معلمة حاسب في قطر أهلا وسهلا. إذا لدينا أغلب الحضور من تونس ما شاء الله، ومرحبا بكل البلدان العربية التي التحقت معنا في ورشة اليوم. الأستاذة جازية من تونس أهلا وسهلا، سيف من الإمارات أهلا وسهلا. إذا مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من يتابعنا في هذه الورشة الجديدة. فاطمة الزهراء من المغرب، نورة من السعودية. إذا نكتفي بهذا القدر. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم معنا في هذه الورشة. أستاذة سلوى، أستاذة بثينة لك الكلمة. شكرا أستاذة غفران، شكرا لكم جميعا. سأشارك أولا شاشتي. وصل المشاركة. نعم وصلت. نعم، موجودة موجود الباساج. نعم. نعم، شكرا لكم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أرحب بكافة أعضاء الجمعية المهارات التربوية والرقمية، وعلى رأسهم الأستاذ محمد زيراوي رئيس الجمعية، والأستاذة سلوى الزريبي، والأستاذة غفران معي اليوم في الإشراف، وكافة الحضور الكرام من كافة ربوع الوطن العربي، كل باسمه ولقبه.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا حياكم الله جميعا، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى لكم عودة مدرسية موفقة في كامل ربوع الوطن العربي. إن شاء الله بداية عام دراسي جديد مبارك بوقته، موفقا بجهده، خفيفا كالنسمة، اللهم اجعل للسعي فيه وصول مثمر ومبهر. إذا أبدأ بتحية لكل مربي الوطن العربي وأقول: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ وأمر إلى هذا الفيديو. أهلا بكم جميعا في ورشة العمل إعداد مذكرة درس وتقييم بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف جمعية المهارات التربوية والرقمية. كيف ترى أهمية هذه الورشة في وقتنا الحالي؟ بصراحة التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وخصوصاً في التعليم. أتوقع أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهل علينا كمعلمين إعداد دروس وتقييمات فعالة. صحيح، ودائما ما نبحث عن طرق لتوفير الوقت مع تحسين جودة التعليم. أعتقد أن هذه الورشة ستعرفنا على الأدوات التي تساعدنا على تحقيق ذلك. إذا كما رأيتم إن شاء الله الورشة يستفيد منها الجميع في كيفية إعداد أهلا بكم جميعا. مذكرة درس وتقييم. أود أن أبدأ بتحديد رؤية الورشة ورسالتها. إذا الرؤية هي تمكين المعلمين من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية وتطوير أدوات تقييم ودروس مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. والرسالة هي تقديم المعرفة والأدوات العملية التي تساعد المعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد مذكرات الدروس وإنشاء تقييمات فعالة، مع تعزيز مهاراتهم في استخدام التقنيات الرقمية لتحسين التعليم والتفاعل مع التلاميذ أو الطلاب. إذا كما رأيتم عنوان الورشة اليوم هي إعداد مذكرة درس وتقييم بالذكاء الاصطناعي. وفي تونس نقول مذكرة، أما في أنحاء الوطن العربي نقول خطة درس. محاور الورشة: سأتناول في الجزء الأول إعداد مذكرة أو خطة درس، ثم سأمر في الجزء الثاني إلى إعداد أو اختبارات أو تقييمات. وأبدأ معكم بنشاط التعارف. المرة هذه يختلف نوعا ما النشاط. لديكم كما ترون 4 أرقام. سأطرح 4 أسئلة، أنتم ما عليكم إلا أن تجيبوا على سؤال واحد. تختارون سؤالا واحدا وتجيبون عنه. السؤال الذي ترتاح فيه أجب عنه. الأسئلة هي، وسأمدكم بالرابط. السؤال الأول، إذا أختار سؤالا واحدا وأجيب عنه. السؤال الأول: ما هو السبب الذي دفعك لحضور هذه الورشة؟ السؤال الثاني: كيف تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدك في عملك كمدرس؟ السؤال الثالث: ما هي الأدوات الرقمية التي تستعملها حاليا في التدريس؟ والسؤال الأخير: ما هو أكثر جانب في إعداد الدروس أو التقييمات تود تحسينه باستخدام التكنولوجيا؟ إذا تختارون سؤال واحد، سأمدكم بالرابط الآن، أو يمكنكم سكان QR code. سؤال واحد وتجيبون عنه. وأرجو من الأستاذة سلوى أو غفران إعادة نشر الرابط لو سمحتم. إذا وضعت لكم الرابط، أرجو الإجابة عن السؤال. سأعرفكم كيف تجيبون عن السؤال. إذا أذهب إلى، تضغطون على علامة مع، تكتبون هنا الاسم واللقب والدولة. في التكست تكتبون رقم السؤال، مثلا 1،
والإجابة عن السؤال. الإجابة عن السؤال، وأنتظر تفاعلكم معي. validate. إذا أنتظر تفاعلكم معي. اختيار سؤال واحد ونجيب عنه. أعود إلى الأسئلة وأنتظركم حتى تجيبون عن السؤال. من يسأل عن الرابط أهلا. موجود على الدردشة، أنزلته العديد من المرات. إذا هذه الأسئلة تختارون سؤالا واحدا وتجيبون عنه. سكان QR كود أو الرابط موجود على الدردشة. أنتظركم لدقيقتين هكذا وأرى ماذا كتبتم. أستاذ محمد، أريد أن أعرف الإجابات حتى أتعرف على يعني مكتسباتك. ماذا تملك أنت كمكتسبات؟ أنت كمدرس ما هي مكتسباتك؟ أو ما هي انتظاراتك من الورشة؟ شكرا جزيلا لمن التحق ببناء عبر الرابط والإجابة عن الأسئلة والتفاعل معنا. إذا أرى الإجابات. أستاذ أسامة، من أريد تعلم. يجيب. نعم، نعم. هناك من يجيب على الدردشة. نعم، تفضلي نعم. أنت أستاذة بقراءة الإجابات. نعم، سأقرأ بعض الإجابات ليست كلها حتى لا يعني يمر الوقت. إذا أستاذ أسامة، أريد تعلم الذكاء الاصطناعي واستعماله لتسهيل الأمور في حياتي مثل إعداد فقرة به. أستاذة نورة أجابت عن السؤال 3. تستعمل كابيلوت، موشن، كليو، تشامب، سانو أند سونو 11 لابس به. أستاذة علاء العماري، بعض الأدوات باوربوينت، كلاس بوينت وكانفا. أستاذ محمد زيراوي، السؤال الأول: تطوير مهاراتي وتنمية قدراتي في التوظيف التكنولوجي باعتماد الذكاء الاصطناعي التربوي. نعم، شكرا لكم. أستاذة صفاء، أريد أن أتعلم كيفية إعداد مذكرة، هذا ما سنفعله اليوم. أستاذة مروة، تعرف على برامج الذكاء تساعدني في إعداد حصة مشوقة. أكيد. هذا بدون اسم. تعلم كيفية إعداد مذكرة لشغفي للتعلم والموضوع في صميم تخصصي. ممتاز. أستاذ منصف، بستعمل في فصل الباوربوينت سكراتش، ستوري لاين، موقع الوورد وول للألعاب، تطبيقات الخرائط الذهنية، أرلوبا، وأحيانا تطبيقات أرلوبا به توظيفها في العملية. أستاذة سميرة، إعداد خطة بكل سهولة بيكون إعداد الدرس يأخذ مني وقت كبير، إن شاء الله اليوم سيأخذ منك القليل من الوقت. أستاذ علاء، يمكنه أن يساعدني في تخطيط مسبق للدرس ووضع الأهداف مع تحديد الاستراتيجيات، وأيضا التدعيم بالأفكار والمعلومات المختلفة ووضع طرق وأساليب محفزة وداعمة. نعم. أستاذة سعاد، الذي حقيقة لا أعرف عنه الكثير، فرصة ثمينة لاستعمال الذكاء. نعم.
الذكاء الاصطناعي يساعدني في توفير الوقت والجهد من خلال مساعدتي في تحضير خطط دراسية دقيقة، برامج، مقترحات، أفكار إبداعية. يكفي أن تعطيه التوصيف الدقيق فقط، كما يوفر لي موارد تعليمية. صحيح. outils web de sites et plateformes Kahoot, Teacher, Corn, Wordwall, Learning Gaps, logiciels divers de transcription et ChatGPT. نعم. تعلم كيفية إعداد خطط وتقييمات للتلاميذ، ChatGPT، كانفا، باوربوينت. سؤال 3 أستاذة هادية. أستاذة إيمان شكرا لك. تجويد العملية التربوية وتحسين مردود المتعلم. أستاذة سيدة، أردت حضور هذه الورشة لأني سمعت الكثير عن الذكاء الاصطناعي وأردت توظيفه في القسم مع التلاميذ. نعم. أستاذ ياسين من تونس، الدافع الذي جعلني أحضر هذه الورشة هو تنمية معارفي وتوظيف ما أتعلمه في القسم لحسن دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية. أكيد أستاذ ياسين، شكرا لك. أستاذة سهام، السبب الذي دفعني هو تطبيق الذكاء في التدريس وتطوير مهاراتي. أستاذة نعمة، أود تحسين أداء الإعداد المادي كمعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي. نعم. أستاذ لحبيب، شغفي بالذكاء الاصطناعي. أكيد. أستاذة نيلة، التقييم الوضعي المشكل، إذا تعرفين الباوربوينت، وورد. به. أستاذ أيمن، أريد الاستفادة من تسهيل التدريس وتحبيب المواد. أستاذة غفران، أظن أنه سيربحنا الوقت. أكيد سيربحنا الوقت. أستاذ حاتم، أطور من مهاراتي وأدائي ومسيرة كل ما هو جديد. إذا شكرا لكم. أستاذة بسمة، أكمل مع الأستاذة بسمة. اكتشاف كل ما هو جديد ويقدم إضافة لتطوير الممارسة التربوية من أجل إمتاع المتعلمين وتحفيزهم. وأريد برامج ذكاء يلخص ملف باوربوينت ويترجمه للإنجليزي. طالبة ماجستير، أريد تلخيص الأوراق العلمية وترجمة الإنجليزي إليه. به. ما سنراه اليوم هو إعداد مذكرة. إذا أعود إلى الورشة. أستاذة بثينة. نعم. من كتب في الدردشة، يعني من يستعمل الباوربوينت ومن يستعمل الكانفا، هناك من يستعمل الذكاء توظيف الذكاء نعم الاصطناعي، وفما من يستعمل الكابيلوت وعدة يعني أدوات أخرى. ما لاحظته أن من بين كل الأدوات كلمة تشات جي بي تي ذكرت فقط مرتين. إذن أمر سأذكر في الورشة الفارطة انطلقنا بكيفية توليد سند ناطق بالذكاء الاصطناعي الذي هو يعتبر اليوم المساند الرسمي للمدرس. اليوم سنرى كيفية إعداد خطة ومذكرة درس مع مراعاة الفروق الفردية وتقييم التلاميذ والتغذية الراجعة. إذن أبدأ في المرحلة الأولى في كيفية إعداد خطة درس لكل المناهج العربية بصفة عامة، وكيفية إعداد مذكرة درس بصفة خاصة للمنهج التونسي. تدخل صوتي منكم أعزائنا الحضور الكرام، 3 أشخاص لو سمحتي أستاذة سلوى. السؤال هو ماذا تعرفون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي؟ ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي؟ أرجو رفع اليد وسنختار 3 أشخاص. أول 3 أشخاص يرفعون اليد سنختارهم ليتفاعلوا معنا ويشاركوننا الإجابات متاحة. و3 أشخاص لديهم تحفيز شيك التميز سأضعه في الشات في نهاية الورشة. ممتاز أستاذة بثينة، أنت تقومين بتدليلهم إذن.
تحفيز، سياسة التحفيز، ممتاز نعتمد ممتاز جدا. سياسة التحفيز. يلا من نعم. سيجيب يأخذ شيك التميز من عندي تحت إشراف جمعية المهارات التربوية والرقمية. أعود إلى السؤال وأقول: ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الشات جي بي تي؟ لدينا أستاذة زوز مشاركات. يلا نفتح والآن لهم مشاركة الأصوات. واحدة. سأفتح إلى الأستاذة سميرة. افتحي المايك من عندك أستاذة سميرة. عليكم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أهلاً جزيلا أستاذة. على الموضوع. بارك الله فيك. شكرا. الله يخليك. أستاذة سميرة من المغرب. مرحبا، أهلا وسهلا، وأحيي جميع أهالي المغرب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. فيما يخص الذكاء الاصطناعي التوليدي حسب علمي، هو يمكن توليد محتوى جديد إما على شكل نص مكتوب أو صوت أو صورة أو مقطع فيديو. نعم، جيد، إجابة صحيحة. إذا أستاذة سميرة، اللقب من فضلك؟ سميرة قيدتي. سميرة قيدتي، نعم. إذا في نهاية الورشة أرسل لك شيك تميز. شكرا لك. أي تدخل صوتي ثاني؟ ألف مبروك أستاذة سميرة على هذا الشيك التحفيزي. نعم. نواصل أستاذة بثينة. المشارك الثاني الأستاذ وليد عمر، سأفتح له المايك. نعم تفضل، افتح المايك من عندك الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب وليد من الأردن. أهلا وسهلا بكل أهالي الأردن. الله يسلمك. أولا أنا بدي أحكي شو بعرف عن التشات جي بي تي. هو ريبورت قادر إنه هو لما أسأله سؤال قادر إنه يجيبني عنه. هذا أولا. ثانيا بقدر أنا أعمل عنه أبحاث، يعني أسأله سؤال عن بحث أو أخذ منه المحاور والمقدمة والإطار النظري، وبيقدر يجيبني زي ما حكت أختي سابقا إنه بيقدر يعطيني الإجابة عن طريق صوت أو صورة أو مقطع فيديو. نعم، إذا أنت تستخدمه دائما في دراستك؟ لا يعني صراحة مش دائما، لما أحتاج إليه بقدر إني أستخدمه أو أعرج له. طيب، شكرا لك أستاذ وليد. إذا سجلت اسمك، إجابة صحيحة أيضا، لك شيك تميز. أمر إلى الشخصية الموالية والأخيرة. الأستاذ منصف بن عليا. إذا سأفتح لك المايك أستاذي، تفضل افتح من عندك المايك الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أستاذ المنصف. أهلا، شكرا. أستاذ منصف من تونس. بالنسبة لموقع الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي، هو يعني عبارة على منصة يعني تمكننا من التخاطب مع يعني روبوت. هذا الروبوت يعني يمكننا من يعني ممكن أن نطلب منه يعني أن ينشئ لنا يعني عديد الموارد على غرار أبحاث، نصوص، حوارات، أصوات، صور وغير ذلك. لكن في الحقيقة أنا يعني أستعمل هذا الموقع لكن باحتراز أحيانا، لأنه يمكن أن يقدم لنا بعض المعلومات الخاطئة. بالتالي لا يجب أن نأخذ يعني ما يقدمه لنا هذا الموقع على أساس يعني مسلم، لابد من المراجعة والتصرف في بعض الأحيان. هذا بالنسبة لما أعرفه، وشكرا. أكيد أستاذ المنصف، نعم أوافقك الرأي تماما. الشات جي بي تي صحيح له مميزات لكن له قيود. نعم أوافقك الرأي. وشكرا لك أيضا، لك شيك التميز. إن شاء الله نهاية الورشة أرسله لكم الثلاثة. شكرا لكم على تفاعلكم. ونمر نعم أستاذة. نعم أستاذة سلوى. ألف مبروك للأستاذة سميرة والأستاذ وليد والأستاذ منصف بن عليا على هذا الشيك. إذا من قام برفع اليد، نحن طلبنا 3 وقاموا الثلاثة برفع اليد وأخذناهم. إن شاء الله البقية نأخذهم في مداخلات أخرى. إذا تفضلي أستاذتي، لك الكلمة. شكرا لك أستاذة سلوى. إذا أمر أنا الآن
المرحلة الأولى يعني اعتمدت استراتيجية الخريطة الذهنية للإجابة عن سؤال ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي. إذا الشات جي بي تي تم تطويره من شركة الأوبن اي آي، وهو يعتبر من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن من فهم وتوليد نصوص مقنعة واستجابات دقيقة. وكما قال الأستاذ المنصف لديه قيود، ولكن أيضا يمكننا من التفاعل مع البشر بإجراء محادثات واقعية، ويمكن أن نوظفه في التعليم، أيضا في خدمة العملاء، ويمكننا من تحسين تجربتنا، وأيضا يمكن أن نوظفه في الترفيه. بصراحة أنا شخصيا أصبحت أستعمل وأوظف الشات جي بي تي في كل المجالات وتقريبا يوميا، حتى في إعداد الورشة أستخدم الشات جي بي تي، حتى في اختيار عنوان الورشة أستخدم الشات جي بي تي. فبصراحة هذا شات جي بي تي، وهذه الشركة أوبن اي اي تعرفون ماذا تفعل الآن؟ هي خلقت الشات جي بي تي لتسهيل إنجاز المهام، والآن تسعى إلى إدارة المشاعر والأحاسيس، وهي الآن بصدد القيام ببحوث حتى تصل إلى إدارة المشاعر والأحاسيس، وسنكتشف كيف سيتم ذلك في الأيام يعني القادمة حسب هذه البحوث التي الآن بصدد الإنجاز. إذا نمر الآن. إذا حان وقت التطبيق. بالنسبة للتطبيق سأعتمد أنا في إعداد الخطة بالشات جي بي تي، ولدينا عدة مواقع حقيقة. هناك الماجيك سكول، هناك الشات جي بي تي، هناك البي او اي، هناك مواقع أخرى عديدة، الإيديو ايد أيضا عديدة جدا في إنجاز الخطط، لكني بصراحة اخترت المواقع السهلة والبسيطة والتي تستجيب لك وتعطيك إجابات مقنعة نوعا ما، يعني تقريبا تكون مقنعة، وأنت فيما بعد تتصرف حسب مستوى تلاميذك. إذا أمر الآن إلى التطبيق. سأفتح على فكرة المواقع سأمدكم فيما بعد بالمحتوى، وكل المواقع موجودة فيه، لا تقلقوا من ناحية المواقع. إذا أمر إلى الموقع الأول وهو الشات جي بي تي، أضغط عليه ويفتح لي الموقع. إذا هذا الشات جي بي تي كما تعرفون .com يتطلب منك الدخول بإيميل، أنا مسجلة ديجا معناتها موجودة فيه من قبل. أنت لما تضغط على الرابط، لمن لا يعرفه الشات جي بي تي سيطلب منك الدخول، ستدخل بإيميل الجيميل. إذا كما ترون الشات جي بي تي هو موقع أطرح عليه سؤال وهو يجيبني، وهناك الشات جي بي تي هذه الفيرسيون 3.5، وهناك شات جي بي تي الجديد الآن، النسخة الجديدة هي النسخة 4.4 لكن هذه النسخة مدفوعة، وأيضا تمكن حتى من أنك تستطيع تنزيلها على الهاتف، وفي عوض أن تكتب تتكلم معه وهو يجيبك صوتيا وكتابيا. لكن هذه النسخة للأسف هي نسخة مدفوعة، لكن لدينا حل. الحل هو في عوض أن نستخدم النسخة المدفوعة نستخدم هذه النسخة، هذا الموقع ليعطينا كل المواقع المدفوعة مجانيا، وهو موقع POE.com. كما ترون هنا لدي الشات جي بي تي 4O، يعني أستطيع أن أنجز كل أعمالي على هذه النسخة الحديثة التي هي مدفوعة، لكن على هذا الموقع هي نسخة مجانية. ونبدأ معا في إعداد الخطة. يلا، حضرت أنا على وورد حتى نربح الوقت كل الأسئلة. طريقة طرح الأسئلة في إعداد خطة درس. هنا سنطرح أولا سأقوم بطرح الأسئلة بصفة يعني عامة ليست مخصصة للمنهج التونسي، ثم سأريكم كيف تفعلون في المنهج التونسي، وسأرسل لكم أيضا
هذا الوورد حتى كل واحد فيكم فيما بعد سينجز مذكرته الخاصة وترسلون سكرين شوت على الشات حتى نرى أعمالكم. الآن تابعوني وركزوا معي، سأعطيكم فيما بعد الوقت حتى تتفاعلوا معي. إذا أبدأ. نحن إذا لدينا سنة دراسية جديدة، وأنا سأخطط مثلا اخترت اليوم أن أواصل ما قدمناه في الحصة الفارطة. المرة الفارطة اشتغلنا على مجال اللغة العربية ودرس كان وأخواتها بالنسبة للصف الرابع. سأواصل هذا التمشي. إذا اخترت أن أطرح السؤال الأول على شات جي بي تي، وسأقول له: هل يمكنكم تزويدي ببعض الاقتراحات أو المفاهيم لتدريس مواد مختلفة بطريقة متكاملة ومتعددة التخصصات لطلاب الصف الرابع ابتدائي؟ يعني ستكون خطة شاملة لجميع المواد، وسأكتشف ماذا سيقدم لي. إذا أبدأ مع هذا السؤال. كنترول كنترول سي، وأذهب إلى الشات جي بي تي وأقول له هذا السؤال. كتبت له السؤال. يلا، هذه النسخة المجانية، وأيضا سنرى هنا النسخة المدفوعة. يلا خلينا نشوف نكتشف ماذا سيقدم لنا. إذا ستكون خطة تخطيط شامل لكل المواد وكيفية تكاملها بالنسبة لطلاب الصف الرابع. خلينا نشوف ماذا سيقدم لنا. وهنا حتى تتلقون معلومات دقيقة يجب أن تعرف كيف تطرح السؤال، كيف توجه السؤال للشات جي بي تي. إذا انتظروا حتى يكمل، فيما بعد سنقرأ ماذا كتب. إذا أنا طلبت خطة دراسية شاملة لجميع المواد. أولا ماذا قال لي؟ مشروع استكشاف الطبيعة. المواد تخص العلوم واللغة العربية والرياضيات. يمكن للطلاب استكشاف البيئة من خلال دراسات النباتات والحيوانات في منطقتهم. يمكنهم كتابة تقارير عن أنواع النباتات والحيوانات التي يجدونها باللغة العربية، قياس أطوال النباتات أو حساب المسافات بين مواقعها، هذا في الرياضيات. التعرف على خصائص النباتات والحيوانات وكيفية تكيفها مع بيئتها، هذا في العلوم. مشروع رحلة إلى الماضي. المواد تاريخ، جغرافيا، لغة عربية وفن. يعني يعطيني فكرة أنا كيف سأخطط لسنة دراسية كاملة. الطلاب يقومون ببحث عن حضارة قديمة مثل الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة القرطاجية. يمكنهم كتابة قصة خيالية قصيرة أو تقرير عن حياة الناس في تلك الحقبة باللغة العربية، وتحديد مواقع الحضارة على الخريطة الجغرافية. تصميم رسومات فنية أو رموز مستوحاة من تلك الحضارة في الفن، ودراسة الأحداث التاريخية المرتبطة بهذه الحضارة في التاريخ. يعني شفتوا مشروع هذا مشاريع يعني أعمل على التاريخ والجغرافيا وأربط في اللغة العربية والفن، تكامل بين المواد. مشروع هنا التجارة العالمية، رياضيات، لغة عربية وتربية مدنية. يمكنك توجيه الطلاب إلى القيام بمشروع حول كيفية تأثير التجارة العالمية على المجتمعات. يمكنهم حل مسائل تتعلق بالاستيراد والتصدير في الرياضيات، كتابة مقالات أو إنشاء مقاطع فيديو توضيحية عن دور التجارة في بناء المجتمعات، ومناقشة أهمية القوانين في تنظيم التجارة، هذا في التربية المدنية. مشروع صديق البيئة أيضا يتعلق بمجال العلوم والرياضيات. هنا مشروع إعادة التدوير في العلوم والكميات المستخدمة. انظروا الكميات المستخدمة للتدوير في الرياضيات. أهمية الحفاظ على البيئة في اللغة العربية. تصميم ملصقات توعوية في الفنون. يعني بصراحة يعطيني فكرة عامة. أنا لا أعرف كيف أتوجه، فهو سيساعدني وسيوجهني. إذا مشروع ابتكار منتج جديد، هذا يخص مثلا التربية التكنولوجية، الرياضيات، اللغة العربية والتربية المدنية. هنا يمكن ابتكار منتج جديد.
خطة عمل تتضمن تصميم المنتج في التكنولوجيا، حساب التكاليف الإنتاج. شفتوا هنا بصراحة جميلة هذه، حساب تكاليف الإنتاج والربح في الرياضيات. يعني أنا المسألة التي مثلا سأقدمها لطلابي اقترح فيها مثلا كيفية حساب التكاليف، وصف ترويجي أو إعلان للمنتج في اللغة العربية، مناقشة الجوانب الأخلاقية في التربية المدنية، مشروع أيضا مدينة المستقبلية تهم الرياضيات والجغرافيا والفنون واللغة العربية. هنا سيصممون مثلا خريطة للمدينة، أبعادها سيحسبون أبعاد المباني والشوارع في الرياضيات، كتابة مقالات أو قصص عن حياة الناس في اللغة العربية، إنشاء نماذج أو رسوم في الفنون. يعني أفكار شاملة تخص خطة دراسية، وهنا تشجع على التعاون بين كل المعلمين لإنجاز المشاريع. التعاون هنا استراتيجية التعاون بين الزملاء. أمر إلى السؤال الموالي. أي لهنا سأحدد الآن، سأنطلق في درس كان وأخواتها وسنرى ماذا سيقدم لي. ماذا سأسأله؟ هل يمكنك، وهنا عدة طرق راو في طرح الأسئلة. هنا سأبدأ بالطريقة الأولى، ثم سأريكم كيف ستتغير طريقة طرح الأسئلة. السؤال إذن في الطريقة الأولى ماذا سأسأله؟ سأقول له: هل يمكنك تصميم خطة درس لفصل الصف الرابع ابتدائي حول درس كان وأخواتها خلال فترة فصل مدتها 45 دقيقة؟ يجب أن تكون خطة الدرس، أقول له زادة هنا لأراعي الفروق الفردية، مصممة ل3 مستويات مختلفة من الكفاءة: ضعيفة، متوسطة، وعالية. يلا خليني أطرح عليه هذا السؤال وأرى ماذا سيجيبني. هذا في النسخة الأولى، ما زلت لم أنتقل إلى النسخة 4. إذن يلا خلينا نشوف ماذا سيقدم لي. خطة الدرس: وما عليكم فيما بعد سوى نسخ لاصق ووضعها على الوورد أو على كانفا وتصممونها، ولن تحتاجوا إلى اليوم لخطط أخرى من مكان آخر. أنت تصمم بنفسك كل شيء. إذن انظروا ماذا قدم لي، حتى من الاستراتيجيات أعطاها لي، التوجيهات أيضا، كل شيء. فقط أعرف كيف أطرح السؤال له. إذن انظروا، نبدأ من الأول. هذا أتممناه. إذن أستاذة بثينة، القوة في طرح السؤال، كيفية القوة طرح في السؤال. طرح السؤال. نعم، القوة في كيفية طرح السؤال، والقوة في كيفية أيضا أنت ماذا تريدين بالضبط. يعني حددي هدفك بالضبط. إذا خطة الدرس كان وأخواتها بالنسبة للصف الرابع ابتدائي. معطاني مدة الدرس 45 دقيقة، المادة لغة عربية، الموضوع كان وأخواتها، والمستويات حتى أراعي الفروق الفردية: ضعيف، متوسط، وعالي. الأهداف: انظروا، المعرفة، أن يتعرف الطالب أو التلميذ على كان وأخواتها، اللي هي كان، أصبح، ظل، بات، صار، ما زال، ليس، وأثرها على الجملة الاسمية. ماذا سيفهم الطالب؟ هو أن يشرح دور كان وأخواتها في تغيير حالة المبتدأ والخبر. ثم في التطبيق سيستخدم كان وأخواتها في جمل مفيدة بشكل صحيح. يعني أعطاني أولا المدة وكذا، ثم الأهداف، انظروا، ثم التحضير المسبق. حدد لك أيضا أنت ما هي وسائلك: المعلم بطاقات تعليمية، صور توضيحية، شريط مرئي يحتوي على أمثلة حية. والطلاب زادة ما هي أدواتهم: دفتر، قلم، أدوات كتابة. يعني انظروا، أعطاك كل شيء، كل شيء أمامك. التقسيم الزمني للحصة، حتى من التقسيم الزمني أعطاه لك: 5 دقائق مقدمة، مراجعة سريعة للجملة الاسمية مبتدأ وخبر، 10 دقائق شرح الدرس، شرح مفهوم كان وأخواتها، وعرض أمثلة توضيحية للجمل قبل وبعد استخدام كان وأخواتها، 15 دقيقة تطبيق الأنشطة وفق المستويات،
تقسيم الطلاب إلى مجموعات حسب مستويات الكفاءة الثلاث، و10 دقائق للنشاط التفاعلي بتكوين جمل استخدام بطاقات تحتوي على مبتدأ وخبر مثلا وفعل من كان وأخواتها. والنهاية يعني التقييم معروف في 5 دقائق، مناقشة أخطاء الطلاب وتقديم التغذية الراجعة والواجب المنزلي. من الاستراتيجيات أعطاك إياه. إذا ستعتمد استراتيجية التعلم التعاوني بناء على تقسيم الطلاب إلى مجموعات، الوسائل البصرية مثل البطاقات والصور التوضيحية وشريط مرئي، والتقييم التكويني مناقشة تفاعلية بين الطلاب بعد الأنشطة لمعرفة مدى فهمهم. وهنا أعطاك أيضا كل مستوى ما هو النشاط الذي تقوم به معهم. بالنسبة للمستوى الضعيف، نشاط توزيع بطاقات تحتوي على جمل ناقصة مع كان وأخواتها، وطلب من الطلاب اختيار المبتدأ والخبر المناسبين، والتوجيهات. المعلم يساعدهم في التعرف على الفعل الناقص وموقعه في الجملة، مثال كان أصبح الجو وهو يكمل. مستوى المتوسط هو شوي إعطاء الطلاب جمل كاملة وتغيير الفعل المناسب مع الحفاظ على المعنى. توجيهات: الطالب يحول الجمل الاسمية إلى جمل باستخدام كان وأخواتها، مثال الجو معتدل، هو يدخل كان وإلا أصبح الجو معتدلا. والمستوى العالي، شوفوا المستوى العالي، كتابة جمل جديدة من خيالهم. الخيال هنا يعتبر من الذكاءات المتعددة باستخدام كان وأخواتها وتوضيح تأثير الفعل على الجملة. توجيهات: الطالب يبتكر جمل معقدة مستخدما أكثر من فعل ناقص، مثال كان الطالب مجتهدا أو أصبح أكثر تفوقا. من نشاط التفاعل حدده لك، من التقييم حدده لك، من الواجب المنزلي حدده لك. يعني أمامك خطة درس كاملة. أنت ماذا تفعل؟ تذهب إلى هنا copy، وتذهب إلى word وتقوم بلصق. أقول له paste. إذا وفيما بعد تنسق أنت وتزين كما تشاء، إما على الوورد أو على كانفا في تصميم خطة درس. إذا هذه الطريقة الأولى. هل هي واضحة؟ هل هناك استفسار قبل أن أمر؟ أستاذة بثينة يعطيك الصحة. بالحق معناتها إعداد مذكرة بكل خطواتها يعني ممتازة جدا. هناك من سأل هل يعني باش تعطيه أنت مثال بالفرنسية؟ أظن نفس التمشي، يعني حتى مذكرة بالفرنسية نفس التمشي هو القوة في طرح السؤال. نعم. أي شوفوا اللي أنا نقول فيه توا راهو نفس التمشي. الأسئلة أنا اخترت اللغة العربية لأني الوطن العربي باش تكون اللغة العربية هي لغتنا الأم وتكون الناس الكل تفهمها. لكن هذا التمشي راهو سأرسله لكم. هذا التمشي يمشي مع جميع المواد في كل المجالات. أي مادة أنت بصدد تدريسها يمكنك طرح الأسئلة بنفس الطريقة، سواء باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم. فقط حدد هدفك وحدد ماذا تحتاج بالضبط في درسك. واضح؟ إذا سأرسلها لكم فيما بعد حتى تستعينوا بها، وسأرسل أيضا لكم المادة العلمية كاملة. أمر أستاذة سلوى، هل هناك أسئلة أخرى؟ نعم، هما الكل يشكر فيك حقيقة. فما سؤال: هل ممكن استعمال الكوبيلوت بدلا من شات جي بي تي؟ شوف، الكوبايلوت هو أنا شخصيا نستعمله أكثر في توليد الصور بصفة خاصة. أما أني باش ننجز خطة درس وإلا باش ناخذ معلومات، بصراحة لا أفضل من شات جي بي تي. كل المواقع جربتها، كل المواقع التي تتخيلونها جربتها بمختلف أشكالها. الشات جي بي تي الوحيد اللي قاعد يعطيني في معناتها معلومات اللي هي تستجيب لي في كل معناتها في كل النقاط.
لو تشوفوا مازلنا توا احنا مازلت راني قاعده نسال بالطريقه مازلت باش نمشي لهنا زاد الموقع هذا، وسترون ايضا بالشات جي بي تي 4 او، ومازلت زاده باش نعطيه انا مذكره وهو باش يعطيني كيفها. لحظه فقط. دونت سيف. به يلا نتعد السؤال اللي من بعد. هنا في طريقة في طرح الأسئلة نعتمد طريقة التمايز. ما معنى طريقة التمايز؟ يعني أعيد صياغة الأسئلة أو الإجابات. هو إذا كان الإجابة ما عجبتنيش أنا هوني نقول له عاود لي. هاي نجم نقول له عاود لي من هنا ريجينيريت، نقول له عاود لي. إذا كان أنت ما عجبتكش نجم تقول له عاود لي. إذا كان أنت ريت حاجة ناقصة تزيد تقول له تطرح سؤال أريد كذا وكذا. يعني عندك ريت الشات جي بي تي يعطيك أنواع مختلفة، ومعناتها تتصرف كما تشاء، يعطيها لك ويغير لك ويعمل لك اللي تحب أنت. إذا هذا كيف أنشئ خطة درس وكيف أطرح السؤال. أول شيء كيف أطرح السؤال بدقة. أطرح سؤال بدقة. إذا أذهب الآن، طلبت منه أول شيء إعداد خطة درس. ماذا سأطلب الآن؟ شوف ماذا سأقول له بعد أن أعطاني خطة درس. سأقول له سأغير الآن. شوفوا هنا بديت هل يمكنك. طرحت سؤال لهنا غيرت، قلت له يرجى إنشاء ورقة عمل نشاط لنفس الدرس. تأكد من أنها تحتوي على 3 مستويات من الصعوبة. دائما أراعي الفروق الفردية، الضعيف والمتوسط والمتقدم. أضع هنا في الشات جي بي تي وأرى ماذا سيقول لي. فهنا ويسألك زادة، يسألك بعد ما أنت تقول له عاود لي، يسألك يقول لك better يعني أحسن، ولا worse يعني أخيب، ولا same يعني كيف كيف، شنو رأيك؟ أنا نقول له better. به يعني صحيت. به نمشي ريتو الشات جي بي تي بالحق وليت نتعامل معاه، تقول علي أنا المعلمة هو التلميذ. يلا أضع السؤال الموالي. يرجى إنشاء ورقة عمل. يلا خلينا نكتشف ماذا سيقدم لي. ورقة عمل. يلا كيف من بعد أقوم بنسخ لصق على الوورد وأقوم بطباعتها وكهو. إذا ورقة عمل كان وأخواتها بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. حدد لك اسم الطالب والتاريخ والدرس كان وأخواتها. المستوى هنا هذه نجم نعملها آخر مرحلة في التقييم. نعطيهم مطبوعات وبعد يلصقوها على كراسات القص. نجم نعطيهم معناتها تمرين واحد، مش بالضرورة الكل تمارين الكل. نجم نعطيهم المطبوعة ونقول لهم واجب منزلي. يعني أنت لهنا تتصرف كما تشاء. يلا المستوى الضعيف. أعطاني المستوى الضعيف. السؤال الأول فقط باش يحط كان وإلا أصبح وإلا ظل. المستوى المتوسط إيش قال لي؟ قال لي ادخل كان على الجمل وعدل الخبر. أنت تعدلوا الخبر، ما هوش معدل لهنا ليصبح منصوبا. يعني شوفوا بالحق حتى من نوعية الأسئلة، مثلا أنا هذية قريتها راهو قبل لغة عربية سنة رابعة، لكن السؤال هذا مثلا عمري ما استعملته. عمري ما قلت له أنا أعطيته خبر مرفوع وقلت له عدله لي. يعني يعطيك أفكار بالحق جديدة، أفكار مبتكرة. المستوى المتقدم. السؤال الثالث إيش قال لي؟ اكتب فقرة قصيرة مكونة من 4 جمل على الأقل تتحدث عن يومك في المدرسة مستخدما كان وأخواتها بشكل صحيح. تأكد لك زادة ليه احنا لهنا تأكد ما نعملوهاش في سؤالاتنا. بكل صراحة نحكي احنا تأكد من رفع المبتدأ ونصب الخبر في كل جملة لا نضعها في طرح في أسئلتنا. يعني لهنا حتى من الطالب أو التلميذ تعطيه باش يفكر، أنت تدعيه لهنا باش يفكر، وهذا ما معنى التفكير النقدي. مثال كان اليوم، وهنا ساعدوا هو والآخر باش يكمل الطالب. كان اليوم مشمسا وظل الطلاب نشيطين طوال اليوم. أصبحت الفصول ممتعة عندما بدأ المعلم الدرس. يلا واصل أنت عملك. إذا شفتوا من المستوى الضعيف للمستوى المتقدم يمشي ويصعب.
والتعليمات ها وقال لك أعطاك التعليمات. المستوى الضعيف أتمم الجمل باستخدام كان أو إحدى أخواتها. المستوى المتوسط عدل الجمل بحيث ترفع المبتدأ وتنصب الخبر باستخدام كان أو إحدى أخواتها. والمستوى المتقدم اكتب فقرة مستخدما كان وأخواتها في جمل متكاملة. وهنا معلم المادة والتوقيع. وقال لك زاد قال لك يمكنك توزيع هذه الورقة بناء على مستوى كل طالب وتقديم الدعم المناسب أثناء حل الأنشطة. يعني هذه ورقة عمل. أعطيتكم خطة درس، ثم أعطيتكم الساعة من الأول خطة درس خطة كاملة بين المواد، ثم حتى تأخذون فكرة خطة درس، ثم ورقة عمل ماذا ستفعل. واضح حد الآن؟ قبل أن أمر إلى السؤال الموالي. أستاذة على ما سلوى. يبدو واضح. أستاذة سلوى. نعم. أستاذة بثينة، عذرا على المقاطعة، إذا كان ثم واضح نروح شوية تشجيع وشوية قلوب وشوية تصفيق، شوية لايكات على الأقل، نشجعوا المدربة على المجهود وعلى كرمها بإعطائنا المعلومة بكل روح رياضية معناها. على الأقل شوية تشجيع، خلي نعم شوية قلوب وشوية تصفيق. تفضل. شكرا. حتى المدربة لازم تحفيز، مش كان هي ما شاء الله كريمة وعطاتكم الشيك نتاع التحفيز، حتى احنا لازمنا نحفزوها. معطاني هو ورقة عمل. أنا الآن نجم زادا نغير توا طريقة الأسئلة ونقول له اكتب 10 أسئلة أحدد توا من اختيار متعدد. نجم راو تعمل هنا كسيام، أنا باش نختار خاطر ربحا للوقت. تعرفوا 45 دقيقة في ساعة ما توفى، عاد أنا يساعدني نعمل اختيار متعدد في ساعة في ساعة. وبعد هذا كما فما التقييمات التكوينية الأخرى بطبيعتها أسئلة مقالية أو أسئلة مقالية. إذا أكتب 10 أسئلة من اختيار متعدد لنفس الدرس السابق نفسه. خليني نشوف معاه في نفس الوقت التقييم هذا راوة هنا أراوح بين الخطط والتقييم. يلا خليني نشوف ماذا سيعطيني. مم. 10 أسئلة طلبت منه. يلا هاك أعطاهم لك الكل. الأسئلة أنت السؤال اللي ما عجبكش كالعادة تعاود له تقول له ما عجبنيش عاود لي، ولا أنت تغير حسب طريقتك الشخصية، ولا تعاود صياغة السؤال. تجي تقول له هذه ما عجبتنيش ريجينيريت، تعمل كما قلت نسخ لصق وتحطها على الوورد وإلا على أي حاجة أخرى، وأنت بعد تصمم. السؤال الأول مثال، ما هو الأسئلة اللي عجبتني أنه يشمل القواعد ويشمل معناتها الدرس الزوز. فقط أضع السيرفر. يلا أمر به. إذا السؤال الأول قال لي ما هو تأثير كان على الجملة الاسمية وأعطاك اقتراحات وهو يجيب. السؤال الثاني أي من الأفعال التالية من أخوات كان أعطاك وأنت تجيب. ما هو المبتدأ في الجملة التالية وأنت تجيب. ما هو الخبر أيضا وأنت تجيب. أي من الجمل التالية صحيحة نحويا وأنت تجيب. ما هي الحالة الإعرابية للخبر في الجملة كان الرجل مسرورا. الإعراب هنا في أي زمن يستخدم الفعل كان في الجمل التالية في الماضي وإلى المضارع وأنت تجيب. ما نوع الجملة التي تدخل عليها كان وأخواتها. بالطبيعة أنت باش تفهم هو فهم ولا ما فهمش. هانو يجاوب. ما هو التغيير الذي يحدث في الجملة عند دخول أصبح عليها. لا يحدث تغيير، يتحول، يرتفع كذا. والسؤال العاشر ما الجملة الصحيحة عند إدخال كان على الجملة السماء صافية. وهو يجيب. إذا كان فما شوية إخلالين مثلا كانت السماء صافية هي واضحة هاوكا، كانت السماء صافية تنجم أنت تشكلها ما تعطيهاش هكاكا. إذا هذا الطريقة الأولى.
الطريقة الأولى شملت خطة شاملة وخطة درس وتقييمات. أي شوفوا توا الطريقة الثانية اللي أنا باش نعتمدها في إجابة السؤال. توا باش نمشي باش نخدم بالبي أو إي اللي هو مع شات جي بي تي 4 أو النسخة المدفوعة، لكن في هذا الموقع هي هنا نسخة مجانية. وسأطرح عليه هذا السؤال، سأقول له: أنا معلم لغة عربية، أحتاج خطة درس عن كان وأخواتها للصف الرابع ابتدائي. المرة الأولى ما قلتش راو أنا معلم لغة عربية، توا قلتها. تشمل، شوفوا حددت له، قلت له تشمل أنشطة تفاعلية وتشمل التقويم والأسئلة الخاصة بهذا الدرس. يلا كوبي بيست ونمشي ونشوف شنو ماذا سيعطيني. إذا خطة الدرس أعطاك الأهداف، ثم المقدمة، ماذا ستفعل في المقدمة 10 دقائق، وأهمية الدرس، الشرح 15 دقيقة، شرح القاعدة وعرض أمثلة، الأنشطة التفاعلية خاطر طلبت ذلك، النشاط الأول 20 دقيقة حتى من التوقيت يحدده لك، النشاط الثاني لعبة الأدوار، والنشاط الثالث مسابقة. إذا حتى من الأنشطة مختلفة. والتقويم أسئلة تقييمية 10 دقائق، أسئلة مقالية أهو باش يجاوب وحده يعني ماهيش كسيام. والخاتمة 5 دقائق تلخيص ما تم تعلمه في الدرس. أيضا يعطيك الملاحظات. ماذا قال لك؟ التأكد من توفير بيئة مناسبة للتعلم واستخدام وسائل تعليمية مثل اللوحات أو الشرائح عند الشرح إذا أمكن. إذا شفتوا يعطيك لهنا المرة الأولى مثلا ما عطانيش أنشطة تفاعلية، لكن توا علاش؟ خاطر أنا حددت له وقلت له تعطيني أنشطة تفاعلية. ثم ماذا سأقول له؟ آية لهنا هذا تهم الناس الكل. قلت له أنا معلم ولدي مشكلة مع طالب لديه صعوبات تعلم ولا أستطيع تقديم محتوى علمي له، فأرجو مساعدتي في مثال فيما يخص هذا الدرس. يلا خليني نعطيه وأرى ماذا سيقدم لي. صعوبات التعلم. يلا بالطبع إليك بعض الاستراتيجيات والنصائح، خلينا نقرأها. استراتيجيات لتعليم للطالب ذو صعوبات تعلم. تبسيط المحتوى. قال لي استخدم لغة بسيطة ومباشرة عند شرح كان وأخواتها. اشرح كل فعل بمثال واحد واضح وسهل. وقال لي استخدم الوسائل البصرية مثل بطاقات ملونة تمثل المعنى. على سبيل المثال بطاقة كان مع صورة لطالب مجتهد. وأعطاني أيضا التفاعل العملي. كيف ذلك؟ لعبة التوصيل، يعني ربط بسهم في تونس نحن نقول، يربط بين الأفعال والجمل المناسبة. مثلا إذا كانت الجملة كان طقس جميلا، اترك له بطاقة كان وبطاقة للطقس جميل، وهو يصل بينهما. تكرار الأفكار. بالنسبة لذوي الصعوبات التعلم يجب أن دائما أن نكرر لهم. إذا نكرر القواعد بطرق مختلفة، مثل قراءة الجمل بشكل جماعي وكتابة الجمل معا على السبورة. أنت معناتها المعلم والتلميذ يكتبون معا. تقديم الدعم الفردي. خصص وقتا للجلوس. هذه لمحالة نحن صعيبة شوية بالنسبة لنا في تونس لفهم الصعوبات التي يواجهها، واعمل على بناء الثقة من خلال التشجيع والمكافآت الصغيرة. لكن هنا تنجم تتواصل مع الولي باش يعاونك. أنشطة قصيرة ومركزة. قم بتقسيم الدرس إلى أنشطة قصيرة حتى لا يشعر الطالب بالإرهاق. مثال: ابدأ بجملة واحدة ثم انتقل إلى جملتين وهكذا. لهنا مثلا نستعمل الاستراتيجية الهرمية في شكل مثلث.
نبدأ بكلمة بعد تولي جملة بعد تولي مثال، أو نبدأ معناتها كلمة بعد جملة بعد فقرة صغيرة هكا. الاختبار غير الرسمي، ما نعطيش اختبار رسمي. استخدم أسئلة بسيطة لتقييم الفهم، مثل ماذا تعني كان، أو أعطني مثال على جملة باستخدام صار، ومثال على نشاط مبسط، نشاط أنا وأخي. اجعل الطالب يكتب جمل بسيطة عن نفسه وأفراد أسرته باستخدام كان وأخواتها. مثال: كنت سعيدا، أصبح أخي قويا. يعني العائلة لهنا نعود إلى الواقع المعيش ستسهل عليه عملية الفهم. استخدم الصور لتسهيل الفهم، مثل صور له مع عائلته. وبهذه الطريقة إذن قدم لك خطة درس تتناسب مع التلميذ الذي يشكو من صعوبات في التعلم، وأنت يمكنك أن تتصرف فيها أو أن تعيدها كما تشاء. هيا من هنا نعيد معناتها المعلومة هنا إن أعجبتك أو لم تعجبك. أمر إلى الطريقة الثالثة، ولهنا طريقة عكسية. الطريقة الأولى والثانية أنا أطرح الأسئلة، لكن توا الطريقة الثالثة أنا باش نطلب منه هو يطرح الأسئلة. إذا انظروا ماذا كتبت: أنا معلم في الصف الرابع ابتدائي، وأحتاج منك أن تساعدني في تقديم الدروس، وأريد منك أن تطرح علي أكبر عدد ممكن من الأسئلة لتعطيني أفضل النتائج. إذا انظروا هنا ماذا سيقول. هو من سيطرح الأسئلة الآن. أعود إلى ChatGPT وأضع له هذا السؤال. يلا خلينا نرى ماذا سيقدم لي، وأنت فيما بعد ستجيبه، وبعدها سيقدم لك خطة مناسبة حسب الإجابة عن أسئلة. عندما تجيبه عن أسئلته هو سيقدم لك خطة درس شاملة. أي سنقرأ الأسئلة التي أنا طلبت منه أن يطرحها لي. هو من سيطرح علي الأسئلة. يلا في التخطيط والإعداد قال لي: كيف تقوم بتحديد الأهداف؟ وهل تحدد أهداف معرفية وأخرى مهارية؟ كيف تخطط لتقسيم وقت الحصة الدراسية؟ وهل تضمن وقتا للمراجعة والأسئلة؟ ما هي المصادر التعليمية التي تعتمد عليها في إعداد الدروس؟ وهل تستفيد من التقنيات الرقمية؟ إذا أنا أجيبه وحسب إجابتي هو سيعطيني الخطة. تنويع الأنشطة، ماذا قال لي؟ هل تقدم أنشطة متنوعة ولا تناسب جميع مستويات الطلاب، ضعيف متوسط ومتقدم؟ كيف تختار الأنشطة التفاعلية والمشاريع التي تحفز الطلاب على التعلم النشط؟ هل تقوم بتعديل الأنشطة بناء على تقدم الطلاب وتفاعلهم مع المحتوى؟ إذا أنا أجيبه عن هذه الأسئلة. التقييم، ما هي الأساليب التي تستخدمها لتقييم فهم الطلاب؟ هل تقوم بتغذية راجعة فورية، يعني الآن حينية، وكيف تضمن أنها مفيدة وتوجيهية؟ كيف تتعامل مع الطلاب الذين يواجهون صعوبة في استيعاب الدرس؟ إدارة الصف أيضا، إدارة الصف يعطيك كيف تديرها. كيف تتعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب داخل الصف؟ ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها للحفاظ على النظام وتحفيز الطلاب؟ كيف تشجع طلابك بشكل تعاوني في مجموعات؟ أيضا حتى على التكنولوجيا، حتى على تحسين أداء الطلاب، حتى على بناء علاقات مع الطلاب، حتى فيما يخص تطوير الذات، الدروس المتكاملة، إدارة الوقت والجهد. طرح علي 10 أسئلة لأني أنا طلبت منه أن يطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة حتى يعطيني أفضل النتائج. إذا شوفوا، هذه بعد أن تجيب عليها كلها يعطيك خطة واضحة وجيدة. إذا كل هذه الأسئلة
أنت الآن من تطرح السؤال. به حد الآن واضح أستاذة سلوى؟ واضح أستاذة بثينة، يعطيك الصحة. به إذا أمر يلا المنهج التونسي تو هذا فيما يخص معناتها خط الدرس بشكل عام في كل ربوع الوطن العربي في كل المناهج. الآن المنهج التونسي مثال شنو عملت؟ ماذا فعلت؟ مثلا أنا عندي مذكرة، ما احنا مراحلنا يعني مختلفة نوعا ما، المراحل مختلفة. لدي مذكرة هنا لدي مذكرة هي مذكرة قواعد لغة. نحن في مراحل في التمشي البيداغوجي الذي نعتمده. لدينا كفاية المجال، هذا في دفتر إعداد الدروس نحدد كفاية المجال، كفاية المادة، مكونات الكفاية، الأهداف المميزة وهدف الحصر. بالنسبة للمحتوى لدينا نبدأ بأتعهد مكتسباتي أو تهيئة، وضعية استكشاف، وضعية تعلم آلي، ألاحظ وأستنتج، أوظف وأتدرب وأقيم. أنا هذه المذكرة تخص درس الهمزة المتطرفة. ماذا سأفعل؟ شوفوا ماذا سأفعل. سأذهب إلى الشات جي بي تي وسأقول له من هنا، سأرفع له المذكرة، سأرفع له هذه المذكرة، مذكرة قديمة، وسأقول له الآن، سأكتب الآن أريد إنشاء مذكرة درس كان وأخواتها مثل هذه المذكرة تماما، تشمل المراحل الموجودة فيها. يلا ونشوف شنو باش يعطيني، يعني مرحلة التهيئة والاستكشاف وكل ذلك. أريد إنشاء مذكرة درس كان وأخواتها مثل هذه المذكرة تماما، تشمل المراحل الموجودة فيه. يلا خلينا نشوف ماذا سيعطينا. يعني بعد اليوم لن تحتاج حتى للتفكير، يعني مباشرة في هكم تشوف في بضع دقائق يحدد لي كل شيء. نعم يعطيك الصحة أستاذة بثينة، يعني سهلت علينا برشا خطوات وبرشا جهد. على خاطر نعرف أنه بالحق نحن الزملاء الكلنا نعانيو من معناتها من عدم التوجيه. يعني أنا عندي درس كيفاش باش نتوجه، كيفاش أنا باش نحقق الهدف متاعي في الدرس. به هاي خلينا نقرأ. عطيته المذكر وقلت له عمل لي كيفها بالضبط. يلا هاك مذكرة درس، المادة لغة عربية أو المجال، الموضوع احنا نقول المادة في عوض الموضوع، المستوى الصف الرابع، والمدة 45 دقيقة. الهدف التعليمي لهنا ريتوا هذوما مثال النجم احنا ما نعملوش المعرفة والمهارات والقيم، هي علاش ما نضيفهاش هذيك معناتها بلوس ليا أنا. وحتى معناتها في صورة ما جانا مرشد أو متفقد نجم نقترح عليه، نقول له نحدد المعرفة ونحدد المهارات خلاف أني نحدد الهدف المميز وهدف الحصة. خليني نحدد المعرفة، ماذا سيعرف الطلاب وما هي المهارة التي معناتها سيتحصلون عليها، أو المهارة التي أنا سأوظفها فيهم. نعم المهارات أصبحت يعني حاجة أساسية في دفتر إعداد الدروس، يعني الآن المهارات الحياتية نحن يعني حاجة أساسية ويخصص لها يعني موقع في دفتر إعداد الدروس يعني كتابة المهارات التي تخص الدرس أو المحور التي نقوم بتدريسه في كل مادة بالأحرى.
أي المهارات الحياتية نحن هذه ولات توا ريت المهارات الحياتية في دول أخرى ما تتقراش نظريا، تطبق المهارات الحياتية، ويا ليت بشكل أنها تطبق. بريكي. أي نعم. تطبق مثال المهارات الحياتية، نقولوا نحن مثلا للبنات مهارة الطبخ، وعندهم عليها أعداد زادة، معناتها يتعلموا مهارة الطبخ وياخذوا عليها أعداد مهارات الحياتية. يعني تعرف لا يكفي أننا ندرسها بشكل نظري حسب رأيي الشخصي يعني. فبالحق المهارات الحياتية من المحبذ أن ندرسها نظري بشكل نظري، وأيضا نطبقها مهارة حياتية يكتسبها التلميذ بشكل تطبيقي ترسخ أكثر منها بشكل نظري. أيضا القيم، نحن لا نضع القيم مثال، لماذا لا نضيفها القيم؟ تعزيز الاهتمام باللغة العربية وفهم قواعدها بطريقة تفاعلية مهمة بصراحة. أهداف الدرس، يلا أهداف الدرس، أعطاني زاد أهداف الدرس. لهنا تنجم تكون الهدف المميز، بطبيعة نحن ديما نصوغ الهدف المميز من البرامج الرسمية، ومن الهدف المميز نصوغ أهداف الحصة. هذا يساعدنا مثال في صياغة هدف الحصة. المراحل التعليمية، التمهيد أو أتعهد مكتسباتي، يعني العرض لهنا مثلا الاستكشاف. شوفوا لهنا هو سماها العرض، نحن نسميها الاستكشاف. تبدأ بجمل أصبح يتم كتابة، شوف قال لك يتم كتابة الأمثلة على السبورة وتوضيح الفرق بين المبتدأ والخبر. يعني الاستكشاف مش بالضرورة ديما نص أو فقرة، أو يعني تنجم تنطلق بصورة، بجملة، بعنوان، بأي حاجة. الأنشطة التطبيقية، هنا التوظيف، هنا المستوى الضعيف أعطاك شنو تعمل معاه، المستوى المتوسط، المستوى المتقدم، والتقييم النهائي. أو هنا معناتها ما عطاهالكش بلا محالة، إذا فما نقائص نزيدوها نحن حسب اللي عطاه لنا هو. مثلا في التوظيف نكملوا نحن الاستنتاج ونكملوا الإدماج زادة. نجم لهنا أو لهنا ما عطاهم ليش، نجم نقول له أريد، نزيد نقول له أريد مرحلة أتعهد، نسميهم له أتعهد مكتسباتي، ومرحلة الاستكشاف، ومرحلة التوظيف وإلا التعلم الآلي، ومرحلة الإدماج، مرحلة الإدماج والتقييم. وخليني نشوف شنو يعطيني ترى. إذا حاجة ناقصة أنا نقول له وهو يعاونني. كالعادة انطلق لي من المعرفة والمهارات والقيم. هاو بدلها لي، شفتوا كانت من الأول شنو كانت هي؟ العرض أظن، العرض به هيك بدلها لي. أما هو قلبها لهنا مثال، بدالي بمرحلة الاستكشاف اللي احنا لمحالة هو سماها نشاط تمهيدي، ومن بعد حط لي مرحلة أتعهد مكتسباتي. أنا لهنا نقلب ونتصرف كيف ما أنا نحب. بعد أعطاني مرحلة التوظيف، وبعد هاو زادني مرحلة الإدماج والتقييم. ما كانتش من الأول. أنا نزيدها، ريت لهنا أنا نحدد له شنو نحب. الإدماج، هي الإدماج مثال، يطلب المعلم من الطلاب العمل في مجموعات صغيرة، وهذا ايش قاعدين نعمله نحن، مجموعات لكتابة جمل باستخدام كان وأخواتها، ثم مشاركة هذه الجمل مع زملائهم في الصف. يمكن لكل مجموعة كتابة 3 جمل على الأقل تحتوي على أفعال من كان وأخواتها، وبعد يعطيني التقييم، وأعطاني أيضا الوسائل التعليمية التي أستعملها، وأعطاني الواجب المنزلي. وش قال لي؟ ملاحظة، يمكن تعديل مدة كل مرحلة بناء على احتياجات الطلاب وتفاعلهم مع الدرس. يقول لك هو يقول لك أنت معناتها تنجم تعدل. واضح؟ إذا هذا فيما يخص المنهج التونسي. هاوكا كيفاش تعد خطة درس كاملة. كان عندك خطة معناتها مذكرة قديمة قل له اعمل لي كيفها، وكان انت باش تعمل خطة جديدة هاوكا وريتكم كيفاش تعملوا نفس التمشي. حتى كتبتها هنا نفس التطبيق، اما تحدد له تقول له نحب مرحلة كذا ومرحلة كذا ومرحلة كذا كيف ما انا توا عملت. وهذه زادة في كل المواد، في كل اللغات،
كلها صالحة للكل. الوقت في ساعة ما داهمنا 9 معناتها 7 قداش 7 ونص. باهي يلا سافا هكا واضح أستاذة، واضح أستاذة واضح بثينة. نعم باهي واضح، واضح. يعطيك الصحة. باهي بالنسبة للتقييم هاكم شفتوا أنا عملت مراوحة. بالنسبة للتقييم عملت مراوحة مرة واحدة، يعني هو يعطيك التقييم زادة. لكن فما مواقع أنا باش نعطيكم المواقع نخليكم تكتشفوهم وحدكم خاطر الوقت. باهي مرحلة التقييم. دونك مرحلة التقييم فما عدة مواقع أيضا، ومواقع باهية زادة مش خايبة، أما فما مواقع مدفوعة كالعادة. باهي أنا في مرحلة التقييم الشات جي بي تي هاني وريتكم. فما منصة جديدة صراحة، هي منصة عجبتني، اسمها منصة نجوم، لكن المرة هذه منصة عربية، واللي يعملها عربي الجنسي من الجزائر دكتور مراد. يعني ما هيش منصة نقولوا نحن أجنبي، ويعني بالحق منصة باهية نجوم، وقاعدين يطوروا فيها كل مرة بشوي بشوي. وفما زادة هناك أيضا نحكي شوية دارجة ولغة عربية هناك أيضا مواقع أخرى. لدينا موقع كونكر، ولدينا موقع ديفيت. ريتوا موقع ديفيت هذا بصراحة موقع خيالي، ادخلوا اكتشفوه وتوترا. وموقع أيضا سكرتيف، أنا كل المواقع شفتهم هذم. لكن الآن نظرا للوقت أنا سأشتغل معكم معناتها موقع واحد. وقبل الاشتغال على الموقع يلا أنتم باش تعملوا لي مذكرتكم بسرعة في دقيقة. هاي خلينا نشوفوكم بالشات جي بي تي، كل واحد حسب المادة متاعه. يلا بسرعة، وابعثوا لنا سكرين شوت على الشات متاع تيمز. خلينا تطبقوا. يلا انتم توا دوركم، خليني نرتاح شوي. يلا يا جماعة فعلوا معايا واعملوا مذكرتكم. هنش نبعث لكم به، نبعث لكم شو اسمه الوورد باش يساعدكم. يلا خلينا نبعث لكم الوورد. وين هذا؟ شبي ما عنديش كيفاش نبعث الوورد. باهي مش مشكل، خليني إذا كان ما نجمتش نبعثه لكم. أي باهي عملتوا سكرين شوت ديجا سي بيان. باهي تنعمله لكم في شكل صورة أحسن شيء، ونجم نبعث صورة أنا من هنا. خليني نثبت الساعة. مش عارفش ما خرجت لي الشحن متاعها. نعم أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد. إلى أن ترتاحي قليلا بعد هذا الجهد القيم حقيقة. يعطيك الصحة، لم تبخلي عن الحاضرين ولا بقيد أنملة من كرمك من كرمك. اسمعوني هاني باش نبعث لكم مكتوبة. نعم أستاذ نعم. محمد. نعم واصل. باهي نبعث لهم وهما باش يعملوا لنا توا مذكراتهم. باهي واضح أنهم يكملوا المذاكرة. لا احنا تم دي سكرين شوت على كل حال موجودة، نترك لك بعد المجال تعرضيهم. فقط أردت التنبيه إلى أن رابط الحضور سيكون الساعة 8 بتوقيت تونس بحول الله مباشرة، قبل بدقائق حتى تنتهي الحصة كما وعدناكم. تبقى ساعتين بالضبط من 6 إلى 8، فلا تنتظروا الرابط قبل ذلك، لأننا نريد النفع ونريد منكم أن تطبقوا ذلك. أيضا بمزيد من الشكر لك كل التوفيق أستاذة. نعم عايشك أستاذ محمد، شكرا لك. نعم أستاذة سلوى. محمد يعني هنا التمرين حقك قلت من كان الأسرع، يعني ما شاء الله على المشاركين وعلى التفاعل، يعني بسرعة معناتها قاموا بمشاركة أعمالهم. ما شاء الله يعطيهم الصحة. أنا نشوف الأستاذة جازية، يعطيك الصحة يا أستاذة جازية.
أي أنا نشوف فيهم أول أول من بعث لنا بعمله الأستاذ علاء الدين عامري، أي ثم هاني قاعدة الأستاذة نشوف جازي. معاك. أي معناتها أول ما بدا هو أستاذ علاء الدين. باهي هاني قاعدة نشوف نعم. أستاذة جازية. باهي شفت أستاذة جازية. أستاذ أحمد بدر الدين زاد ها أسلوب التعجب. أي يعطيك الصحة أستاذ أحمد، ممتاز، برافو. علام محمود، أستاذة علام محمود كذلك. يلا لكلكم نحب تعطيونا فيدباك. شكرا يا أستاذة إيمان المنقوش، وشرفني حضورك. به سنة نشوف، قاعدة نشوف بشوية. أستاذة علا زادة عملت في مادة تكنولوجيا المعلومات، ممتاز. به هكا عندها الأهداف وعندها كل شيء. به أمور واضحة. من بعد أستاذة جيزيا ممتاز. أستاذ أحمد. ما عندي لابتوب يا أستاذة خديجة. تنجم بالهاتف، راو تنجم تدخل على الرابط، تستطيعين بالهاتف أستاذة خديجة، وتكتبين له الأمر وهو يعطيك الإجابة، وعمل لنا سكرين شوت وابعث لنا. يلا أستاذة خديجة. الروابط يا أستاذة نسرين باش نعطي لكم المادة العلمية كاملة من بعد على الواتساب، تو يبعثها لكم يرسلها لكم الأستاذ محمد، نعطيها لكم وفيها كل المواقع. ما تقلقوش من الحاجة هذه، ما تخافوش، تو نعطيها لكم كاملة كل شيء، حتى من الوورد تو نبعثه لكم زاد على الواتساب حتى تستعينوا بهذه الأدوات. هذا كرم ما بعده كرم. لا رينا شكون لايك، لا شكون قلب، لا شكون تصفيقه، لا شكون تشجيع. ربي يهديكم الحاضرين. الانسان كي يعطي حاجات كيما هكا على الاقل نشكروه، نشجعوه على ما يزيد من العطاء والبذل، اقل الواجب هذا. وحقيقة أستاذ محمد يعني من بكري على الشات هما يشكروا فيها ويدعيوا لها بالخير على استفادة الشرح متاعها وعلى كرمها اللامحدود. يعطيها الصحة وربي يبارك لها أستاذة بثينة. عايشك يعطيك الصحة. ما عنديش مزية أنا الفايدة الزملاء الكل يستفيدوا ويرجعوا بهمة وقوة وهكا بحماس مع التلامذة، ويعملوا ويجدوا في معناتها في دروسهم في القسم. هذه أهم شيء عندكم توا. الوسائل بصراحة متاحة وتغيروا، وفما بالحق معناتها توا تخلي التلميذ يتشجع ويقبل المعلومة بسهولة، خلاف المذكرة. معناتها فما ألعاب تعليمية ممتازة على الباوربوينت، فما عدة مواقع زاد آخرين. يعني بصراحة توا كل الوسائل متاحة، ما عندكش توا ما تتسبب يعني بصراحة كل شيء متاح في أنك تعدي أحسن درس لتلامذتك وتشجعهم على التفاعل معك. وتوا الرقمي تعتمدوا الرقمي مع تلامذتكم، تعملوا جروبات، تبعثوا لهم الروابط متاع الألعاب وهما يلعبوا. ريت الواجبات أنا استغنيت عليها بكل صراحة، ما عادش نعطي واجب باش يخدم معناتها في الكتاب، خاطر نعرف أغلبية التلامذة ما يخدموش. لكن وقت اللي نعطي لعبة الناس الكلها تخدم، ما فماش واحد ما يخدمش وما فماش واحد ما يرجعليش فيدباك. الكلها تخدم. عملت لهم جروبات على الفيسبوك تلامذتي ونعطيهم من الروابط ويخدموا ويرجعوا لي، وحتى ونعرفهم هما يخدموا. راه ما تقولوش الأولياء ويجيوني من غدوة يقولوا لي ستي راني خدمت اللعبة الرقمية الفلانية وراني جاوبت على السؤال الفلاني. ريت التلميذ توا ما عادش معناتها الحاجة التقليدية، توا ولات تعتمد الرقمي ويستجيبوا لك ويتفاعلوا معك معناتها بكل كما قال بكري سي محمد كل روح رياضية. نخدموا توا مع التلامذة، الرقمي موجود، الجروبات على الفيسبوك موجودة وحتى على الواتساب، تبعث لهم الروابط. اليوم مثال ما كفاكش 45 دقيقة
تبعث لهم الواجب رقمي، تقييم رقمي، وهما يجاوبوا. التعاون هذيك برشا، خلاف التقييمات الورقية بالطبيعة هذيك لا استغناء عنها، لكن ونوفر عليه هو الجهد. أنا في عوض نعطيه واجب باش يخدم معناتها تمرين في البيت، عاد نعطيه رابط رقمي، معاه هو نعطيه فيديو قصير منه قصة، ومنه هذاك الفيديو عليه أسئلة. هاني نسهل على روحي أنا باش يتعلم ويفكر ويتثقف اون بلوس، معناتها يتثقف، ناقصين ثقافة تلامذتنا. يعطيك العافية أستاذة بثينة. الله يخليك، شكرا لك. أستاذة بثينة، بدي أسألك هسا، ما في سلبيات للتشات جي بي تي نهائيا يعني؟ شوف هو فيه قيود راهو بكل صراحة، وفيه سلبيات، لكن متى تظهر السلبيات؟ عندما لا تعرف كيف تطرح سؤالك. علاش أنا قلت من الأول نركز كيف أطرح السؤال، أو كيف أوجه له الأمر، كيف أوجه له الأمر. وهناك إن شاء الله إذا سمحت الفرصة في تدريب آخر مع جمعية المهارات، هناك مواقع تحدد لك هل المحتوى معناتها محتوى نقولوا نحن ماهوش مزيف، يعني غير مزيف، محتوى صحيح 100% أو لا. هناك مواقع تحدد لك ذلك، ويمكنكم معناتها كيفاش نقول يعني التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها شات جي بي تي. وبالطبيعة احنا في دروسنا، في إعداد دروسنا، لدينا البرامج الرسمية ولدينا كتاب التلميذ. مع البرامج الرسمية ومع كتاب التلميذ التي تحتوي معلومات صحيحة، أنا معناتها أتماشى مع الاثنين، أعتمد الرقمي في معلوماتي وأوظف أيضا كتاب التلميذ مع محتويات البرامج الرسمية. فهمت؟ لا أقول لك، أنا لا أنكر أنه ليست لديه قيود أو ليست لديه سلبيات. أي حاجة فيها سلبيات وإيجابيات، أي شيء في أي شيء. صحيح. نعم. طيب هسا في بروتوكول معين لطريقة طرح السؤال للتشات جي بي تي؟ البروتوكول الوحيد هو حسب هدفك، حسب أنت هدف الدرس متاعك، حسب هدف الدرس. نحن مثلا ننطلق من البرامج الرسمية. أنا انطلقت من البرامج الرسمية. أول شيء قرأت البرامج الرسمية معناتها قراءة جيدة، ثم ماذا فعلت؟ قرأت ماذا الأهداف، ما هي الأهداف التي يجب أن أشتغل عليها، يعني في مجال اللغة العربية في كل درس، لأنه نحن عندنا الأهداف مسجلة. من خلال هذه الأهداف أنا صغت أسئلتي. فهمت؟ يعني وحسب احتياجاتي وحسب مستوى طلابي، حسب مستوى طلابي كيف سأوصل لهم المعلومات. صحيح. فهمت؟ صحيح؟ عندكم صحيح. أكيد عندكم معناتها دليل المعلم. أيوة انطلق دليل منه. المعلم. أي انطلق من دليل المعلم، انطلق منه، استخرج أهدافك، ومن خلال أهدافك اطرح أسئلتك. أستاذة بثينة. نعم. إذا الوقت يداهمنا، إذا أمر آخر موقع، وهو موقع نعم بسرعة. آخر موقع سأعتمد، قلت منصة نجوم، اللي هي منصة عربية 100%. به شوف منصة نجوم، بعد سأعطيكم الروابط، كل الروابط. إذا أذهب إلى إنشاء حساب، أنا سأسجل مباشرة لأني مسجلة. أنتم تذهب إلى إنشاء حساب من هنا، ما تدخلوش بحساب جوجل، خاطرها المنصة محمية جدا. يجب أن تسجل الاسم والعائلة والبريد، ثم فيما بعد يصلك ميل على البريد وتفعل هذا الميل. لا تدخلون بحساب جوجل لأنكم لن تستطيعوا الدخول. أنا سأفعل تسجيل الدخول، سأضع هو لدي ديجا التسجيل، البريد وكلمة المرور، أكتب تسجيل الدخول. إذا قال لي استكشف بصدد التطوير زاد هذه المنصة.
استكشف القوة الفائقة للذكاء الاصطناعي مع منصتنا. يلا شوش عندك زوس، الثريا وسهيل. الثريا محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسهيل ملخص المستندات، يعني تعطيه مستند وهو يلخصه لك. هذه اكتشفوها لوحدكم، أنا سأذهب هنا. أي الآن سأقول له اسأل نجوم. أي سأكتب له باللغة العربية يلا أريد إنشاء شوفوا شنو اللي يعجبني فيه الموقع هذا، تقييم حول درس كان وأخواتها، حول درس كان أخواتها للصف الرابع. نحدد له الصف ابتدائي. ونقول له اسأل الثريا ونخليه نشوف ماذا سيعطيني. نجم لهنا تنجم تكتب معناتها تتكلم أسهل لك، وإلا تعطيه صورة وهو يعطيك. به لهنا باش نصغر شوي باش تظهر لي كاملة. به شوف، يمكن إنشاء التقييم. القسم الأول الفهم، أعطاك شنو تحط في التقييم فيما يتعلق بالفهم، مثلا ما هي كان وأخواتها، ما هو عمل كان وأخواتها، ما هو إعراب، ما هي الأنواع. لهنا حتى تقيم مدى فهم الطالب للدرس وللقواعد. ثانيا التطبيق، يعني منظم، أعطاك التقييم الذي يخص الفهم والتقييم الذي يخص التطبيق. يمكن تقييم قدرة الطلاب على تطبيق القواعد، وأعطاك مثال التقييمين وخفيفة زاد. أعرب الجمل التالية واستبدل الفعل كان بأحد أخواتها. ويمكن تقييم الطلاب من خلال الاستماع لأجاباتهم، مثال حتى من التقييم الشفهي قال لك يلزمك مثلا تنجم تعمل تقييم شفوي قبل الكتاب. لكن ما أعجبني في هذه المنصة أنه أعطاك المصادر من أين أتى بهذه المعلومات. مثلا أذهب إلى المصدر الأول ونشوف الموقع اللي جاب منه. شفتوا الموقع هذا توينكل، هذا بحر. أترككم أيضا لتكتشفوا هذا، حتى من الباوربوينت يعطيه لكم، معناتها تعملوا فيه تسجلوا فيه فور فري، وفيه وسائل رهيبة الوسائل اللي فيه. حتى معناتها باوربوينت أنا خذيت منه باوربوينت في أول يوم دراسي شنو الألعاب اللي نعملها مع تلامذتي، من هنا خذيتها من توينكل. يعني نخليكم تكتشفوه خاطر هذا تحب له حصة وحده. به أعطاني المصادر، هو موقع توينكل، أعطاني المصادر وأعطاني التدريبات زاد منين ناخذاها. هو التدريبات كيف كلها من توينكل. شوفوا لهنا يعني شيء رهيب قلت لكم. أما مش الكلها تنجم تعمل لها تحميل لأنه موقع مدفوع. هناك يعني أشياء يتركها لك مجانا وتستطيع تحميلها، وفي بعض المناسبات يتركها لك مجانا يوم كامل. مثال يجب أن تحمل في ذاك اليوم. توينكل تابعوه وتصلكم أيضا عبر الإيميل، تصلكم كل المعلومات عنه وكل التحديثات، وحتى في المناسبات يقول لك اليوم مناسبة حمل كما تشاء. إذا أترككم تكتشفوه كما ترون. الذي يهمني أنا الآن هو موقع منصة نجوم، هذه المنصة التي تعطيك معناتها قسم متعلق بالفهم القواعد تقييم، وقسم متعلق بالتطبيق، وأيضا يعطيك المصادر، وأنت يمكنك إنشاء التقييم. بالنسبة للشات جي بي تي يعطيك تقييم حاضر بأسئلته بكل شيء، إما أسئلة مقالية يعني هو التلميذ سؤال ويكتب، أو أسئلة موضوعية يعني QCM ويكتب. إذا هذا هو الموقع الذي يعطيك التقييم. منصة نجوم منصة عربية بصدد التطوير، ما زالت
يعني في التطوير، لكنها الآن يمكنك الاشتغال عليها. أي موضوع تريده يمكنك طرح السؤال، أي موضوع في أي موضوع أيضا يمكنك الاستعانة به. إذا هذه هي المنصة، أيضا سأتركها لكم فيما بعد. يلا، إذا وصلت عدة أعمال سأراها فيما بعد. بالنهاية هذه أيضا موقع ديفيد زد أترككم حتى تكتشفوه، موقع ممتاز وفيه كل الأنشطة، موقع ممتاز ديفيد. وخلينا نمشي الآن إلى نشاط تفاعلي أخير. ستدخلون على كلاس بوينت وتجيبوني عن هذا السؤال. لهنا أعطيتكم مجموعة أيقونات: أحجية، لعبة الأحجية، هذه مجموعة أيقونات أولى. أحجية تمثل أحجية أولى، وهذه أحجية ثانية، وهذه أحجية ثالثة، وهذه أحجية رابعة وخامسة وسادسة. تختاروا أحجية وتجيبني ما هي. يلا نخليكم short answer. تدخلوا على classpoint.app رقم 28202 وتجيبون عن الأحجية. يلا تدخلون الساعة على كلاس بوينت بعد أعطيكم السؤال. يلا ادخلوا معي على كلاس بوينت. اثنين بركة دخلوا إلى حد الآن. يلا البقية. كم وصل عدد الحضور أستاذة سلوى؟ خليني نشوف. إذا عدد الحضور الآن 136. ما شاء الله. يلا بسرعة. يلا أول 20 انطلق في السؤال. آخر نشاط، هذا نشاط تفاعلي ويمكنكم اعتماده مع تلاميذكم. لعبة الأحجية، تعطونهم أيقونات وهم يطلعون يكتشفون الأحجية ما هي. يلا أجيبوا عن هذا السؤال. خليني أغلق هذا أو نو أو أتركها. اختاروا الأحجية التي تعرفها واكتبها لي. ما زلت دقيقة و55 دقيقة، دقيقة و55 ثانية. بثينة يمكن لضيق الوقت أن نكتفي بمن دخل معنا إلى حد الآن وقراءة الإجابات أو بعض الإجابات. يلا نشوف الإجابات.
وقف الموسيقى. عصفور في اليد ولا عشرة على الشجر، صحيح. نجمة. العلم، نعم صحيح. أستاذ نوري، لسانك حصانك، ممتاز. خليني نشوف. ما شاء الله عليكم. باهي، لسانك حصانك. الوقت كالسيف، ناقصة شوية ميسالش. تحكم في الوقت، باهي مش مشكل. الوقت كالسيف أستاذ محمد. باهي. آه خلينا نشوفه. خليني نكبرها هي عشان ما تكبرش. باهي. الوقت كالسيف أيضا، إن لم تقطعه قطعك. باهي. الوقت كالسيف، الوقت كالسيف، ركزتوا ياسر على الوقت. لسانك حصانك. أهم حاجة الوقت. كلهم ركزوا على الوقت. أي أستاذ مظفر بنان، أو ما أستاذة الصديق وقت الضيق. أي أستاذة نعمة، الأحصية 4. الوقت كالسيف، الصديق وقت الضيق. زاد أستاذ المنصف. شنو عنا آخر؟ عصفور في اليد. أي شات جي بي تي في اليد ولها 10 خير الآخرين. عصفور في اليد. الوقت كالسيف، الكلكم الوقت كالسيف. الوقت كالسيف، لسانك حصانك. من حفر في حفرة وقع فيه لأخيه، نعم صحيح صحيح. الكلكم صحاح، يعطيكم الصحة ونشكركم على تفاعلكم. أستاذة جازية شكرا لك. أستاذة علا، منال، العلم، عصفور، لسانك، وكل الإجابات صحيحة. insert as a slide. خلينا باش نحتفظ بها، تقعد لي الذكرى. وخلينا نشوفوا الإجابات صحيحة وإلا لا. يلا، آخر إجابة هي وآخر شريحة. وأشكركم. إذا العلم في الصغر كالنقش على الحجر. لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن كنت خانك. عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. الصديق وقت الضيق، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. والوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وأشكركم على حسن المتابعة. شكرا لجميع الحضور الكرام. شكرا أستاذة بثينة، حقيقة وارث الشكر والتقدير للمدربة والخبيرة بثينة مرعي على هذا الشرح المستفيض وعلى هذا العطاء والسخاء في المعلومات. حقيقة يعني حصة دسمة. لك منا كل عبارات الشكر والثناء والامتنان. شكرا لحضورنا الكريم على صبرهم علينا وعلى رحابة صدرهم. إذا سأخذ البرتاج أستاذة بثينة. نعم، في انتظار أني أنا أحضر الشيكات وأرسلها للأستاذ المنصف وأستاذة سميرة وأستاذ وليد. إذن السلام عليكم. في آخر لقاء اليوم، أستاذة سلوى لو ممكن شهادة المدربة. نعم أستاذ، لحظات ربي. نعم معي الشهادة. نعم. مهما شكرناها فلن نوفيها حقها على هذا الكرم. حقيقة ورشة تدريبية لم أستطع مغادرة الورشة ولو حتى لقليل، لما تضمنته من
جدوى فعالة تطبيقية خاصة للأساتذة والمعلمين لربحا للوقت، أقل جهد وبأكثر جدوى وفاعلية تعود بالنفع على الطلبة والتلاميذ. فباسمي وباسم جمعية المهارات التربوية والرقمية وباسم جميع الحاضرين وباسم من سيشاهد التسجيل بطبيعة الحال أن نشكر الأستاذة بثينة المرعي على ما قدمته في هذا اللقاء أمسية يوم الجمعة بتاريخ 6/9/2024، ورشة بعنوان إعداد مذكر الدرس وتقييم بالذكاء الاصطناعي. أشكركم جزيل الشكر جميعا، وتحية لك أستاذة كما عودتينا. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك ومتعك الله بالعلم والصحة حتى نستفيد أكثر من خبرتك في هذا المجال. فشكرا لك، ويمكنكم الآن مدكم برابط الحضور أستاذة سلوى، رابط الحضور، فقوموا بملئه جيدا وستصلكم الشهائد على الإيميل، ومن لم يجدها في الريسبشن يجدها في السبام، فلا داعي أن تراسلونا وتراسلوا أعضاء الجمعية وتطلبون الشهادة، لأنها تصلكم مباشرة على الإيميل الخاص بكم. إذا رابط الحضور أستاذة سلوى لو تسمحي. نعم، وضعته وسأمدكم الآن بالكود كيير. أستاذ محمد، إذا نعم، هذا الكود كيير خاص نعم، لمن لم يكن لديه يعني دردشة يمكنكم مسح الكود كيير. دقائق وسنغلق التسجيل في رابط الحضور. نعم، دقيقتين بالضبط إن شاء الله، وسنغلق تسجيل الحصة وتسجيل الفورمز. كما نذكركم أيضا بالنسبة للموجودين داخل تونس أو من يريد الالتحاق بنا من البلدان العربية الأخرى أنه ستكون لنا قريبا إن شاء الله في عطلة نوفمبر. نعم أستاذة سلوى. نعم، قريبا يعني في عطلة نوفمبر ستكون دورة حضورية بمدينة سوسة في تونس. إذا ملتقى التعلم والرقمنة 3 ستتضمن 3 ورشات، يعني 3 أيام. صنع ألعاب تربوية اليوم الأول، اليوم الثاني تكنولوجيا باعتماد الذكاء الاصطناعي التربوي، ثم الحصة الثالثة ستكون تكنو بيداغوجيا. ويمكنكم التواصل على رقم الجمعية الموجود على الافيش، وإذا من يريد أن يشارك أن يرسل مشاركته، قيمة المشاركة على حساب الجمعية بالبريد التونسي. سنعطيكم باقي التفاصيل في محطات أخرى إن شاء الله لاحقا. ولمن يريد الانخراط في الجمعية، هذا حساب الجمعية بالبريد التونسي. إذن سيتمتع بعدة تخفيضات وبعدة امتيازات من ينخرط في الجمعية. كذلك من يريد أن يشارك في هذه الدورة يمكنه هو يعني التواصل معنا على الرقم، أو يعني يقدم تسجيل ويضع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على يمكنه التواصل معنا. نعم، شكرا لك أستاذة سلوى، كاتب عام جمعية المهارات التربوية والرقمية. كان محدثكم محمد الزيراوي، رئيس جمعية المهارات التربوية والرقمية. كما وعدناكم أوفينا بوعدنا، 8:00 تنتهي الحصة ونغلق التسجيل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم من القلب. إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حصة ستكون أروع من الرائعة كما عودناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحون على خير ونراكم في حصة